السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. هنسمي الله ونصلي على رسولنا الكريم، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. يلا بينا نبدأ. ده فطار تاني يوم رمضان عندي أنا بقى في البيت. بصوا بقى جبنا 3 بصلات و3 حبات طماطم وهنبشرهم زي ما انتم شايفين كده. طبعا دخلت المطبخ حوالي الساعة 3. طبعًا ولله الحمد بعد ما قرينا قرآن شوية واستغفرنا شوية وصلينا على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، و وعملنا شوية يعني وِرد على شوية أذكار على شوية حاجات، وبعد كده الساعة 15:00 بالضبط دخلت المطبخ. بشرنا ال3 بصلات دول، وبشرنا ال3 حبات طماطم زي ما أنتم شايفين، وبعد كده يا حبايبي تبّلناهم كويس وتبّلنا فيهم لحمة شرايح، هنشوي لحمة شرايح ونعمل مكرونة وبطاطس محمرة. بس كده، امبارح زي ما شُفتوا أول امبارح اللي هو أول يوم رمضان طبعًا كُنّا أكلين فراخ وبَط فما حبيتش بقى أعمل حاجة تاني شبيهة لكده، فقُلنا نعمل حاجة بقى إيه خفيفة كده، ويعني وأحسن من الحاجات الكتير دي. تبّلنا اللحمة زي ما أنتم شايفين كده وحطينا كزبرة وملح وفلفل أسود وبهارات لحمة وشوية كركم وشوية بابريكا، وقُلنا لو الحاجات دي كلّها مش موجودة هيبقى ملح وفلفل أسود فقط بس. وبشرة جوزة الطيب دلوقتي هابشرها معاكم برضه، ونُص ليمونة، ومسكنا البصل ده قلّبناه في بعضه حلو مع الطماطم مع البهارات. بُصّي دي جوزة الطيب دي اللي أنا بابشرها. جوزة الطيب دي ممكن تجيبي الواحدة ب3 جنيه، ممكن تقعد معاكِ سَنة يعني طول يعني طول ما بيحصلهاش أقصد يعني أي حاجة، أحسن من البودر بتاعها، أمّا تجيبيها كده حصى أحسن. قلّبنا بقى التتبيلة والبصل ده ببعضه كويس زي ما أنتم شايفين مع الطماطم والبهارات، وأدينا جبنا اللحمة أهو، معلقة الملح، وبعدين إيه بقى، هنحط اللحمة دي على الخلطة دي، وتبّلتها وركنتها برضه شوية، حبّة كده يعني برضه يعني أنا طلعت من المطبخ بعد ما جهّزت التجهيزات دي داخلة 15:00 طلعت الساعة 16:00 قعدت برضه شوية برّه كده، وبعد كده رُحت داخلة تاني الساعة 17:00 بالضبط، الساعة 18:00 كنت طالعة من المطبخ كل حاجة جاهزة. تبّلنا اللحمة كده وركناها وشوية ورُحت كده أنا بقى كنت دخلت المطبخ الساعة 17:00. حطيت بقى الشرايح زي ما أنتم شايفين كده شويتها في الطاسة دي، ما رضيتش أطلّع الجريل وكده عملتها في الطاسة دي، والله بتطلع زبدة وتحفة وهتعجبكم أوي، وأكنها مشوية بجد عند الراجل، أنتِ بتحطي الحطة بتاعتِك كده وتغطّيها توطّي النار وتغطّيها تنزّل المَيّة بتاعتها دي بعدين بتشيلي الغطا بتاعها من عليها وتسيبيها تنشف زي ما أنتم شايفين كده. وبعد كده بتبقى نفس ريحة الشوي بالضبط على الفحم برّه يعني، والطاسة زي ما هي كده أحُط عليها نقطة زيت وأحُط الحطة كمان التانية، أنا الطاسة دي بتعجبني لإن بتاخد كمية، وبعدين بتضبط الحاجة بصراحة، يعني سمك أو اللحمة أو بتعملي فيها أي حاجة بتضبط لِك السِوَى بتاعها. جِبنا بقى الحلة دي وحمّرنا فيها البصلاية دي زي ما أنتم شايفين، والصلصة اللي إحنا خزّناها الطماطم اللي كانت مستوية اللي إحنا سلقناها مع بعض هي دي، ضربتها في الخلاط ونزلت بيها على البصلة دي كلّها، أنا ما خدتش الطماطم دي كلّها، يعني خدت على قد المكرونة، صفيتها في المصفى زي ما أنتم شايفين كده، خدت على قد المكرونة بتاعتي والباقي شِلتها في التلاجة، ببهاراتها، ببصلها، بكل حاجة. يوم تاني برضه وأنا باعمل حاجة إن شاء الله كده أقوم مطلّعاها إيه أستخدمها على طول، حطيت لها معلقتين صلصة برضه لتعزيز اللون يعني وتتقل شوية، والله جبارة، حطيت لها سِنّة سكر وشوية ملح وكزبرة بقى والكمون وكل وفلفل أسود، شوية بابريكا صغيّرين برضه. وسِبتها تغلي كده زي ما أنتم شايفين اتسبّكت خالص، وأخدت يعني مش نُصّها بقى، أخدت على قد ما كفّاني للمكرونة والباقي شِلته في التلاجة، هتنفع برضه يوم تاني كده هاروح مطلّعاها مستخدماها على طول، كل بهاراتها وضبطت ملحها وضبطت كل حاجة، هاسيبها برضه تاخد لها غلواية كده بعد البهارات، عشان البهارات تبقى يعني تدّي طعم بقى وتبان فيها يعني، تبان في الطماطم، وهاقلّبها على المكرونة.
أهو زي ما أنتم شايفين كده، وشِلت الباقي زي ما اتفقنا. جِبنا بقى شوية البطاطس كنت ناقعاهم برضه في ملح وخل، وأدي أهو باحمّرها. أحلى بطاطس لمّا تخرّطيها بدري شوية، كانت بتاعة تحمير أو مش بتاعة تحمير، تخرّطيها بدري قبل ميعاد الأكل بشوية، وتحطّي لها ملح وخل بس، مش هاقول لِك حطّي لها حاجة كمان ولا كركم ولا بتاع لو ما عندكيش ومش عايزة. بعد ما تنقعيها هتعمليها تبقى مقرمشة وتحفة. وأدي المكرونة والبطاطس واللحمة، ويا رب يكون الفيديو عجبكم وخفيف عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.